مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حصاد الأسبوع. البداية مع الوضع الصحي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن الوضع لا يدعو للقلق، وذلك بعد توالي موجة من الأخبار حول نقله إلى المستشفى، مؤكدا بأن الوضع متعلق بوعكة على مستوى الركبة ولا يوجد شيء يدعو للقلق. أعلن الفنان المغربي البشير عبدو بأن ابنه الفنان سعد المجرد قد غادر أسوار السجن يوم الخميس، وكشف على أن نجله سيعانق الحرية بسراح مشروط ليعود إلى أحضان عائلته قبل عيد الفطر. النهاية مع الخبر الرياضي والإنجاز التاريخي لفريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، وذلك بعد فوزهم بلقب البطولة الوطنية قبل 5 دورات من نهاية الموسم الحالي لسنة 2022-2023. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصاد. شكرا على حسن المتابعة.